هي قضايا الفساد اليوم في الجزائر. شكيب خليل وزير الطاقة السابق، البعض يقول بأنه محل بحث، البعض يقول بأنه لا والله هو عايش في أمريكا. الخليفة تم ترحيله في نوفمبر 2013، ولكن أين هو؟ لماذا أيضا التكتم في قضايا الفساد؟ أنا اليوم قريت خبر ضحكت. رشيد نقاز دار فيزا واعلن بانه ذاهب لاعاده شكيب خليفه. نقاز هذا اللي دار مسيرات على يده وترشح للرئاسه ودار اشياء، واعلن بانه سيشتري شارلي ابدو ب 50% منه. هذا يمثل الفساد، هذا نموذج للفساد الاكبر. هذا نموذج عندما يصبح شخص مثل هذا يقول لك انا راح نجيب انا الحكومه وين هنا. علاش نقول شكيب خليل يفترض انه حاكم هنا، مش شكيب خليل، الاف يسمحوا لي بوتفليقه نهار جا، وهذه نعطيها لاول مره معلومه. طلب من رئيس بلديه سويسرا يقدم له ملف حول الاموال الجزائريه الموجوده في سويسرا، وقدم له ملف، وانا التقيت رئيس البلديه وهو الذي حدث، وليس وموجود الكتاب نتاعو، موجود نسختين، نسخه تباع ملخصه بعيده عن الجوانب ونسخه معطاه لبوتفليقه. اذا لماذا هؤلاء عندما نشوف الذين قدموا الرسائل الى الرئيس حول الفساد هو المال المتابعين القضائيه. اذا الفساد موجود في السلطه في حد ذاتها، لا توجد سلطه نظيفه او الشخص النظيف ما يخافش ينزل ويتكلم المواطنين. لا يمكن لشخص يكون نظيف ولا يتحدث عن المواطن ويتواصل. الذي لا يتواصل مع المواطن هو الذي يخاف. واحنا نقول الامثله الشعبيه يقول لك فيه تبني يخاف.